السلام عليكم. طريقتي ديال مولاتي في الطويجين اللي كيعرفوه كاع المغاربه ديال البصله ومطيشه والكفيته والبيض. بسم الله. في الطويجين كندير البصله، درت واحد النص في المزيوده، ملحه، فلفله حمراء، قطريت قد البزار، كمون، زريعه القزبور، طحانه وخويط ديال زويته. كندير الطويجين ديالي فوق النار حتى كيتشحر ليا داك البصيله مع التوابل وتنزل. نقطع مطيشه ديالي، نعصرها من داك الماء اللي كيكون فيها ونقطعها. من بعد ما نزلت ليا البصيله ديالي كنضيف مباشره مطيشه. النار دائما ديال الطاجين كما معروف عليها كتكون مهيله، خصوصا في الطويجنات هكا ديال الطين. من بعد ما كتنزل ليا داك المطيشه وكطلق ليا الماء ديالها كنضيف معلقه صغيره ديال مركز الطماطم، معدنوس والزعتر. كندير الكفيته ديالي، شوفوا المطيشه كيفاش تلبنات. صافي كنضيف الكميه اللي باغيه انا ديال الكفيته، كنغطي عليها واحد الدقيقه حتى كطيب. اللي بغى يضيف البيض يضيفو، ما بغاش انا ضفت البيض غير في النص ديال الطاجين، حيت عندي اللي كياكل البيض وعندي في الدار اللي ما كياكلش البيض ايضا. الطاجين ديالي وجد، كان هو هذا طاجين على حقه وطريقه، واحد البنه فيه يا سلام، مع الزعتر ومع الحار. كملوا من عندكم بالصحه والراحه، في امان الله.